السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي ومتابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض الوصفة القمر دي اللي انا عمري ما تخيلت ان هي تطلع كده. هنعمل النهاردة مع بعض بلح الشام من غير بيض. ما شاء الله، يعني حاجة كده تحفة. انا عمري ما تخيلت ان هو هيطلع احلى واطعم من اللي بالبيض. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان تشوفي كل جديد. يلا نبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنعملها الشربات بتاعنا. كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وهنحطهم على النار يغلوا. اول ما يغلي كده يبتدي يغلي هنعصر عليه نص ليمونة لحد ما يستوي معانا ويكون بالقوام التقيل ده. بلح الشام يكون الشربات بتاعه تقيل بالقوام ده. ونضيف له في الاخر رشة فانيليا. نبتدي المكونات الجافة بتاعتنا. معايا كوباية وربع من الدقيق، هنضيف عليها معلقة سميد اللي هو دقيق البسبوسة، بيديله قرمشة حلوة قوي، ومعلقتين من النشا، ورشة صغيرة قوي من الملح. بس هي دي المكونات الجافة بتاعتي: كوباية وربع من الدقيق، معلقة سميد، معلقتين نشا، ورشة ملح صغيرة قوي. تمام. نخلط المكونات دي كده كويس قوي مع بعضها ونسيبها على جنب. هنا بقى في حلة على النار هنحط معلقتين من الزيت ومعلقتين من السكر، وهنضيف عليهم كوباية ونص من المية. بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق هي اللي بعاير بيها المية. خلي بالك من النقطة دي. تمام. وهنقلبهم كده كويس ونسيبهم لحد ما يغلوا مع بعض كويس قوي. اهي المية كده غليت بتاعتي، هنزل بالخليط اللي مكونات الجافة بتاعتي عليها كده وهقلب فيها لحد ما الدقيق يختفي تماما وتعمل معايا عجينة. طبعا انا بكون وطيت النار في المرحلة دي عشان ما تتحرقش مني. بتكوني موطية النار قوي، واول ما خلاص بتتعجن معاكي كويس وكل الدقيق بيختفي بنطفي النار. وبناخدها بقى كده نسيبها تبرد على جنب، واول ما تبرد بنعجنها بايدينا شوية كده. لو حابة تعجنيها في العجان عادي، بس هي مش بتستاهل يعني بصراحة. هي يعني مش بتحتاج عجن يعني كتير. هما دقيقتين بس كده بنطريها في ايدينا. شايفينها ناعمة ازاي وطرية وجميلة. هنا بقى في صينية بحط عليها ورقة استرتش او كيسة كده وادهنها زيت عشان لما اشكل بلح الشام ما يلزقش فيها. وطبعا بقى اللي حابة تختاري الشكل اللي انتي تشكلي بيه براحتك. انا اخترت اللي هو القمع ده. وهنبتدي بقى كده نشكله بالمقص، بنقص بيه، نكون بلينه بزيت عشان ما يلزقش فيه. اهو كده. حجم اللي انت عايزاه بقى، حباها كبيرة حباها صغيرة، بس انا حبيت الشكل ده قوي اللي هو الصغير. بجد انا ما توقعتش ان هي من غير بيض هتطلع ناجحة كده واحلى يعني من اللي هي بتكون بالبيض كمان. شايفين ما شاء الله كوباية الدقيق عملت لي كمية قد ايه؟ حاجة كده ما شاء الله. في زيت بقى غزير على الطاسة ويكون سخن، هننزل بيه كده في الزيت. ومش هنقلبه خالص غير لما بعد 5 دقايق كده، لما الجزء اللي احنا حطيناه من تحت ده ياخد لون كده ويبتدي ينشف، هنبتدي نقلبه على الناحية التانية. وبرضو لما نقلبه نسيب النار، ويعني احنا في الخطوة دي كده بعد ما نسيبه 5 دقايق في الأول هنوطي النار. لما نقلبه على الناحية التانية برضو هنعلي النار وبعدين نوطيها، بحيث ياخد جزء يعني ينشف من بره، ونوطيله النار ان هو يكمل سوا بقى من جوه، ما يكونش ني من جوه. اهو كده ابتدى ياخد لون اصفر. ببتدي بقى بعد ما قلبته على كل ناحية اقلبه بقى كل شوية كده كله لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي الجميل ده. هطلعه بقى في الشربات بتاعنا اللي هو برد. طبعا في الوقت ده بيكون الشربات برد تماما، والبلح الشام بيكون سخن. بصراحة ما شاء الله، حتى لو سبتيه يوم واتنين هتلاقيه مقرمش زي ما هو، بعكس اللي بالبيض بيطرى. وكمان اول ما بننزله في الطاسة بنلاقيه عمل كده ينفش، وساعات ما يظبطش مننا. فده ما شاء الله طريقة ناجحة قوي ليه. شايفين الجمال والشربات بتاعي تقيل ازاي؟ هنطلعه بقى كده في طبق ونخلص بقية الكمية بتاعتنا. اهو كده انا خلصت الكمية كلها. الكوباية وربع دقيقة عملولي
ما شاء الله طبق كبير قوي وحلو كمان. لو عجبتك الوصفة النهاردة والفيديو ما تنسيش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.